هكذا خرج النشيد الرسمي لنادي الزمالك للحياة، معلنا أن هناك نشيدا رسميا لهذا النادي العريق، حيث وقعت لجنة إدارة النادي عقب كلمات هذا النشيد مع الزميل أحمد عبود الناقد الرياضي ومراسل برنامج فراعين الكرة، ليصبح أبهر صحفي يكتب كلمات نشيدا لنادي له تاريخ وإنجازات على مدار 100 عام. أي حد يقول إن الفكرة ديت هي فكرتنا او الفكره دي فكره جديده يبقى غلطان، لان الفكره دي معموله في الانديه العالميه والانديه الاوروبيه والانديه في امريكا الجنوبيه من حوالي 30 و40 سنه، لكن الفكره اتولدت في مصر هنا تحديدا لما خرج ما يسمى بنشيد النادي الاهلي، وهو نشيد قديم جدا تم صياغته بطريقه جماهيريه وليس بطريقه رسميه. لكن اللي بيميز نشيد نادي الزمالك الرسمي انه خرج للنور بطريقه رسميه وبطريقه شرعيه عن طريق مجلس اداره نادي الزمالك باعتماد نشيد رسمي كنادي عايز يطبق نظام المحترفين. الجميع التف في هذا المؤتمر الصحفي الذي أعلن من خلال هذا النشيد ليسجل التاريخ يوم 19 من يناير، يوما حافلا بمئوية هذا النادي العريق. والله أنا عجبني الأستاذ أحمد عبود النشيد وعجبني جدا، لقيت كلامه لحن جامد جدا، فبما إن أنا تحمست جدا للفكرة، ابتدينا نشتغل انا والاستاذ احمد عليها، ودخلنا الاستوديو وظبطناها وعملناها، وبعد كده جينا عرضناها بشكل لائق جدا لنادي الزمالك، والحمد لله رب العالمين لقت قبول كويس جدا من اداره